واحدة من العربيات اللي اتظلمت جدا في الانتشار وما خدتش حقها في مصر بسبب مشاكل مالية عند الشركة الأم بره في كوريا. سانج يونج يا جماعة عربية كورية 100%، مش عربية صيني تماما، علشان حصل جدال في الحتة دي. وكيلها في مصر شركة اسمها عربيات، هي الشركة اسمها كده. ده موزع معتمد لسيت وموزع معتمد لفولكس فاجن عندنا في مصر، وحد تقيل وليه اسمه في المجال بقاله كتير، مش لسه بقاله سنة أو سنتين والحاجات اللي زي دي. العربيه دي عايز اقول لك قصه صغيره عنها كده، او البراند نفسه. عايز احكي لك قصه صغيره، بس قبل ما ابدا واحكي لك القصه دي لازم تعمل لايك للفيديو ده علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس، وتعمل اشتراك للقناه لو انت على يوتيوب، ومتابعه من فوق لو انت على فيسبوك. ويلا احكي لك القصه ليه الماركه دي فشلت في مصر. تعالى واحده واحده احكي لك قصه صغيره كده. شركه سانج يونج الكوريه كانت بايعه 75% من اصول شركتها لشركه ماهندرا الهنديه. المهم في سنه من السنين الشركه دي اتعثرت وكانت مبيعاتها قليله شويه، فشركه ماهندرا كانت عايزه تطلع من الصفقه، وكانت عايزه تبيع نسبتها اللي هي ال 75% لاي شركه ثانيه. المهم عملوا كام صفقه كده بس الموضوع باظ، وفي الاخر اتباعت ب 255 مليون جنيه لشركه اسمها اديسون موتورز في كوريا. شركه اديسون موتورز دي بتصنع اتوبيسات النقل العام في كوريا والعربيات النص نقل الكهرباء. المهم القصه دي مش كامله قوي علشان في شركات كتير اشترت قبل ماهندرا، بس انا مش عايز اضيع وقتك بكلام ملوش لازمه. موتور العربيه دي 1600 سي سي، تنفس طبيعي مش تربو، بيطلع 128 حصان، وعزمها 160 نيوتن متر. علشان كده معظم ملاكها بتقول لك ان الموتور بتاع العربيه دي او هي علشان تقيله فطلعتها مش احسن حاجه. وانا برضو على التجربه على الطريق هقول لك هي طلعتها كويسه ولا لا. معاه فتيس اوتوماتيك 6 سرعات عادي، مفيش منه اي مشاكل. لا دول كلاتش ولا سي في تي ولا الكلام ده. استهلاك البنزين بتاع العربيه دي بيلعب من 9 لتر لكل 100 كيلو لحدود ال 10 لتر لكل 100 كيلو، ده اللي عملته معايا. الامان في العربيه دي اي بي اس واي بي دي واثنين ايرباج. والنسخ اللي كانت بتنزل من اول سنه 2020 بالظبط او من اواخر 2020 كانت بتنزل فيها زياده 2 ايرباج وزياده اي اس بي اللي هو نظام الثبات الالكتروني. الشكل الخلفي للعربيه مش حلو، وبصراحه ما فيش حد اختلف معايا على النقطه دي، ان تصميم العربيه الخارجي واخد شكل الصندوق كده، وده مخليها مش عربيه انسيابيه مع الهواء، وبرده عزل الصوت ما بيبقاش احسن حاجه في العربيه دي. فاذواق تمام. الشنطه بتاعت العربيه يقال انها 740 لتر، وانا مش لاقي ال 740 لتر، يعني مش حاسسهم قوي. بس المساحه بتاعت الشنطه مساحه كبيره جدا زي ما انت شايف، وحتى لما بتنيم الكراسي دي انت بتوصل معاك حوالي 1500 او اكتر اعتقد، لان انا ما قريتش رقم رسمي عن المساحه بعد ما انت بتقلب الكراسي اللي ورا دي. ودي المساحه الخلفيه بتاعت العربيه. تعالوا كده ندخلها واحده واحده. نقفل الباب. دي يا جماعه مستوى الكرسي بتاعي، يعني انا كنت قاعد على القعده دي. عندك مساحه الارجل كويسه جدا، مفيش منها اي مشاكل خالص، حتى انا ممكن ادخل رجلي جوه خالص. في هنا في حدود ال7 سنتي اعتقد على قعدتي. حلو كده. هنا نفق الفتيس قليل بسيط مش باين. العربيه في المجمل كويسه جدا من القعده هنا. طبعا كل الباب عندك بلاستيك ما عدا الجزء ده اللي هو فيه بيانو بلاك بس. تعالوا نطلع قدام. وده الشكل الامامي يا جماعه بتاع العربيه. تعالوا ندخل واحده واحده كده. نقفل الباب برضو. نبدا على الباب اللي عندي هنا في بيانو بلاك. المنظر هنا كويس جدا. في بقى حركه لطيفه، بص انت شايف الاماكن دي، ده مكان الصوابع. يعني انت علشان وانت ماسك الباب كده فتبقى حاسس ان في صوابع هي اللي ماسكه. طبعا كل الجزء ده مع المرايات الضامه ما اختلفش عن اي عربيه تاني. هنا بس اللي مختلف شويه. تعالوا كده نقرب. ده الاي الايكونومي او النورمال عامه. الباور ده انظمه سواقه. الوينتر برضو هو نظام سواقه في العربيه. فالعربيه دي فيها 3 انظمه سواقه، وطبعا في توب اب فاضيه زي ما انتم شايفين. ونرجع كده. شكل الطاره عاجبني بصراحه، بيانو بلاك لذيذ ونضيف. شكل الطاره معمول بشكل رياضي مع ان العربيه دي مش رياضيه تماما، يعني شكلها قريب من حاجه اسمها الدي شيب اللي هي بتبقى الطاره على شكل دي. نرجع كده. الشاشه هنا التاتش بتاعها مش احسن حاجه. تعالوا كده ندور. تعالوا ندور العربيه، ايه رايكم؟ ندور العربيه. الشاشه مش قد كده، ما عجبتنيش قوي. ما فيهاش اوبشنز كتير نقعد نتكلم فيها، ضعيفه زي ما انت شايف. انفوتيمنت سيستم بتاع العربيه اللي عندي هنا في العدادات برضو بيدي لك كل حاجه انت عايزها، يعني ما فيش حاجه فيها مقفوره، ما فيش فيها رفاهيه، ما فيش الكلام ده خالص. نرجع ورا هنا. طبعا هنا مثبت السرعه واللي بيتحكم في الميديا عندك، وطبعا الاشارات وكل الحاجات اللي هي الطبيعيه اللي موجوده في اي عربيه. لو نزلنا تحت هنا
ده اللي بيحدد انت عايز التكييف على الساقع ولا على السخن، زي ما انت شايف اهو كده. كل الجزء ده بيانو بلاك، ودي وحدة التحكم في التكييف. وهنا في مدخل HDMI غريبة شوية، وهنا مدخل USB، ودي مساحة تخزين صغيرة زي ما انت شايف. هي منظر بس كده يعني، لا بتيجي ولا بتطلع. ولاعة، فتيس، مكان كوبايتين صغيرين، وهنا في مساحة تانية صغيرة. اجمالا شكل العربية زي ما انتم شايفين، عربية تحس انها اعتماديه جدا من التابلو بتاعها، يعني تحس ان هو ما فيهوش رفاهيه، العربيه مش مبهرجه، العربيه ما فيهاش حاجات غريبه. اخر اوبشن في العربيه دي عندك هنا في مساحه كويسه مش وحشه، ممكن تحط فيها مثلا اللي قاعد جنبك ممكن يحط موبايل. لو طلعنا فوق هنا المكان اللي انت بتحط فيه نظاره، وعندك هنا فتحه سقف عبقريه زي ما هم كانوا بيقولوا في الاعلان. وده شكل العربيه اجمالا تاني عامل ازاي. زي ما انتم شايفين العربيه تحس انها مش غريبه عليك، في ألفة بينك وبين بعض كده، والعربيه عاديه يعني. عربيه زي ما هقول لك كمان شويه هي بتستهدف مين او هي جايه لمين، فيلا بينا نطلع نجربها على الطريق. الناس اللي مش بتحب البهرجه في العربيات ويبقى فيها بقى انوار وكهارب واوبشنز عالي، وبتحب عربيه تبقى بتجيبك وبتوديك، تيفولي XLV او تيفولي الثانيه العاديه، العربيات دي مناسبه وعربيه كويسه. اكيد فيها عيوب وفيها مميزات، وده اللي احنا هنتكلم فيه مع بعض بعد ما اخلص تجربتي على الطريق. لكن انا مش عايزك تشتري العربيه دي لو انت مش عايز المساحات الداخليه الكبيره الواسعه اللي انت شايفها دلوقتي. العربيه دي بتقدم لك مساحات كبيره جدا جدا داخليه، فلازم تكون انت محتاجها لعيله. يعني انت عندك اسره كبيره وبتحتاج ان انت تسافر كتير وبتحتاج تحط شنط كتير في العربيه، فعلشان كده دي تبقى اوائل الاختيارات اللي انت ممكن تحطها لنفسك. لو انت مش محتاج كل الكلام ده بلاش تشتري العربيه دي، لان انا هقول لك قدام ايه الحلو فيها وايه الوحش فيها. ثبات العربيه دي معقول، مش الواو، مش الحاجه اللي هتبهرك. بادي رول العربيه محسوس جدا وواضح في الملفات، وبتميل بطريقه ملحوظه. التوجيه بتاع العربيه كويس جدا جدا جوه المدينه، مش متعب تماما، سهل لذيذ في السواقه، في سواقه ال80 ال60 او في سواقه سرعه ال40، وانت مثلا بتطلع من شارع لشارع، فهتلاقي العربيه جميله جدا جدا معاك. ناس كتير قالوا ان العربيه دي من ملاكها بالذات انها تقيله قوي وبطيئه في الطلعه، وانا بقول لهم انتوا محتاجين تجربوا الاوبل استرا ومحتاجين تجربوا الرينو الميجان. انا مش ملاحظ انها بطيئه خالص، العربيه اللي معايا دي بتجري في الطلعه. صوتها بتاع الموتور عالي شويه، عالي كمان. لما بتيجي تدور العربيه الصبح بيبقى فيه زي صوت خشن كده بتسمعه، وبيروح بعد 3-4 ثواني وخلاص. وده برضو كانت حاجه انا كنت هقول لك عليها في عيوبها. التكييف بتاع العربيه مش الاحسن، مش احسن حاجه. يعني انا دلوقتي مشغله عامل التكييف على 4 على سرعه 4 من المروحه، مش مديني الهواء اللي المفروض درجه حراره 4 تديهولك، او المفروض درجه الهواء بتاعت 4 تديهولك. بطيء وضعيف شويه، محتاج يكون احسن من كده. عزل الازاز كويس جدا، وانا لاحظت ان العربيه دي معزوله حراره، بيبقى مكتوب ان هي في عزل حراره هنا. وكمان انت ممكن تعرفها بطريقه تانية، ان انت لو نزلت الازاز شويه وشفت الازاز لونه عامل ازاي، ممكن تلاقي ان ده زيتوني فاتح، وتلاقي ان اللي بره الرؤيه وضحت لما انت نزلت الازاز بتاع العربيه. وعموما عزل الحراره مش وحش، عزل الصوت بس هو اللي سيء جدا. انا قاعد دلوقتي حاسس بكل الاسفلت وبكل الارض، ويعني مش احسن حاجه، سيء فعلا، كان محتاج يتظبط في العربيه دي. بس اكيد انت بتاخد حاجه في مقابل حاجه تانية. مستوى الراحه بقى في العربيه دي مش عاجبني خالص. انت لازم تكون حد اطول مني كده، لان انا حاسس ان انا صغير قوي في العربيه دي. يعني انا 170 سم وعمال اقرب للكرسي اللي قدام، وبرده لسه في مساحه كبيره اللي انا يعني اقرب للعدادات وللطاره، ولسه في مساحه ورا. فالعربيه كبيره جدا جدا. فعلشان كده في اول التجربه لما طلعت على الطريق فبقول لك ما تجيبهاش لو انت مش محتاج المساحات دي كلها. مستوى الراحه زي ما قلت لك مش عاجبني. العربيه على الطرق السريعه وطرق المستقيمه والسرعات العاليه كويسه، عزل الصوت بس هو اللي انت هتشتكي منه، مش هيبقى بالنسبه لك احسن حاجه. اداء الفتيس والموتور بصراحه انا شايف ان هو لا غبار عليهم، الاثنين بيأدوا كويس مع بعض، والعربيه بتجري وسريعه وما فيهاش اي مشاكل. لكن من ناحيه تقل العربيه فده ممكن يأثر على الطلعه. لو انت ركبت عربيات تانية كوري
في نفس المستوى او في نفس السعر، فانت هتحس ان العربيه دي تقيله، لكن هي حرفيا هي مش تقيله. انا شايف انها مش تقيله، والفتيس والموتور كويسين هما الاثنين مع بعض، لكن في الداون شيفت محسوس. يعني انا دلوقتي ماشي على 80، لو دوست فرامل فالسرعه اوتوماتيك بتنزل مثلا ل 60 ل 70، فالفتيس اوتوماتيك برده وهو بيروح عامل ايه، لو انت ماشي على الرابع فبيروح نازل للثالث. الداون شيفت بقى اللي هو هنا اللي هو من الرابع للثالث دي محسوسه شويه. عفشه العربيه ناشفه جدا بصراحه مع الجنط ال 18 اللي راكب فيها، والجنط ده مع الكاوتش اللو بروفايل اللي هو ال 45 على 45 كان بيعمل مشاكل مع ناس كتير. واول دفعات اتسلمت العربيه دي كله كان بيغير كاوتش، كان بيقول لك العربيه بتطلع بلالين للكاوتش مش احسن حاجه، مع ان الكاوتش اللي موجود ده مش لاني، يعني هو مش حاجه رديئه تماما. اختبارات الامان بتاعت العربيه دي خدت 4 نجوم امان، وخدت 82% حمايه بالغين و62% حمايه اطفال، ودي النسخه اللي اكتر من 2 ايرباج واللي فيها نظام اتزان الكتروني او ثبات الكتروني اللي ما نزلتش عندنا في مصر من اول 2018 و19 ونزلت تقريبا في 2020. ويلا بينا نبص على التسارع، هتطلع من 0 ل 100 في كام ثانيه. هنجرب دلوقتي التسارع بتاع العربيه. طبعا هي ما فيهاش نظام اتزان الكتروني، وسرعه 100 اهي، يا رب تكون باينه كويس على الكاميرا. هنجيب العربيه على المانيوال، هنطفي التكييف بتاع العربيه، تمام، ايوه، يلا بينا. اوكي قربت على 100. طب والله سريعه، جابت 100 يا جماعه. لا زي الفل، جميله جميله ما شاء الله، سريعه على فكره. العربيه مش بطيئه تماما، يعني انا شايف من وجهه نظري انها مش بطيئه، العربيه كويسه جدا في طرق مستقيمه زي ما انا قلت لك من شويه، هي كويسه مفيش منها اي مشاكل خالص خالص. ايه عيوب العربيه دي؟ توكيلها ملوش غير مركز واحد معتمد، وهو في منطقه اسمها ابو رواش عند 6 اكتوبر عند الشيخ زايد كده. فاللي من ناحيه مثلا الشروق مدينتي، الرحاب مدينه نصر، مصر الجديده، علشان يحافظ على ضمانه اللي هو يعني من الجنب التاني جنب الطيبين مش جنب الاشرار، فهتلاقي نفسك انت رايح مشوار كل ده علشان تعمل صيانه ال 20,000 ال 30,000 ال 50,000، فده كتير بصراحه. فلازم يكون ليك في القاهره الكبرى كتوكيل مراكز صيانه في كل حته. دي حاجه كانت محتاجه تتظبط، ومن زمان الناس كانت بتنادي بيها. تاني حاجه ان صوت الموتور عالي جدا بصراحه، وانت ماشي على زي ما بيقولوا السلانسيه بالراحه كده، او انت مثلا بتقرص على العربيه. استهلاك البنزين بتاع العربيه دي عالي، ما عجبنيش. تكييفها مش قوي، ما عجبنيش برضو، كان محتاج يتحسن اكتر من كده. العربيه معظم الخامات اللي موجوده فيها، لا مؤاخذه يا جماعه، معظم الخامات اللي موجوده فيها بلاستيك، يعني بلاستيك هنا بلاستيك هنا، في بلاستيك كتير في العربيه، فكانت محتاجه تبقى افخم شويه. اخر عيب هقوله لك، ده حد من ملاك العربيه قال لي الكلام ده، ان التيل بيخلص معاه بالكتير على 10,000 كيلو. طبعا انا عارف ان دي قطعه غيار استهلاكيه وعلى حسب رجلك انت، بس معظم الناس اشتكت من الموضوع ده، انه بيخلص على 10 15,000 كيلو، وطبعا انت لازم علشان تحافظ على الضمان تغيره في التوكيل، فتكلفته بتبقى عاليه شويه. مميزات العربيه دي ايه؟ ما فيهاش اعطال مقرفه ومتعبه تخليك ان انت ما تشتريهاش، ما فيهاش مشاكل في فتيس في موتور في الحاجات دي كلها. عربيه مشاكلها بسيطه، مشاكلها كلها تتلخص في ان التكييف ممكن ما يبقاش كويس، مش احسن حاجه، تيل الفرامل، الحاجات اللي انا قلت لك كلها، لكن ما فيهاش عيوب صناعه قويه وقاتله تخليك ان انت ما تشتريش العربيه دي. في الوقت اللي احنا فيه اللي انا بصور فيه الفيديو ده، في ازمه في العربيات الجديده، فالعربيه دي في سوق المستعمل بتعمل 430 الف جنيه. اعتقد ان انت ممكن ما تلاقيش حاجه تقدم لك نفس اللي بتقدمه لك من ناحيه المساحات العربيه عائليه بال 400 الف جنيه، فدي اختيار كويس بالنسبه لك لو انت بتدور على عربيه تعمل لك الموضوع ده. عربيه عائليه وكبيره ومديه لك مساحات كويسه جدا وثابته ولذيذه في السفر وفي الطرق المستقيمه. الخلاصه في العربيه دي، لو تهمك موضوع استهلاك البنزين، لو عايز العربيه دي تروح بيها مشاوير، بتعمل مشاوير كتير كل يوم، بلاش العربيه دي خالص. لو يهمك التكييف بلاش العربيه دي خالص. لو تهمك اعاده البيع علشان العربيه دي واقعه في اعاده البيع شويه، بلاش تشتري سانج يونج تيفولي اكس ال في. لو ما يهمكش اي حاجه من اللي انا قلتها دي، العربيه دي كويسه جدا 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 بالنسبه لك. اتمنى ان انا اشوفكم على خير ان شاء الله. اكتبوا لي تحت العربيات الجايه اللي انتوا عايزين نعمل عنها ريفيو، واعملوا لايك للفيديو ده ومتابعه على فيسبوك وعلى يوتيوب، وان شاء الله قابلوني في فيديوهات جايه كتير باذن الله. شكرا، سلام عليكم.